سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن احوالكم. جيتكم فيديو خفيف ظريف تاع وصفه خفيفه ظريفه سهله والبنه غارونتي. كما راكم تلاحظوا هنايا عندي كما شفتوا بطاطا وبصل. البطاطا قطعتها ديكوب صغار بهذه الطريقه، راح نقليها ونحطها في بابي ابسوربون. اما البصل قطعته الى شرائح. طبعا البصل تاع هاد الايامات ماهوش نوعيه مليحه بزاف، اختاروا كما نقولوا الاجزاء اللي صالحه، قطعوها شرائح وحطوها في مقله تتكرمل. نحتاج اللحم المفروم كما راكم تشوفوا. اذا مش متوفر عندكم اللحم المفروم ديروا دجاج مفروم، هو راح نقليه مع شويه ملح في شويه نتاع زبده. بعد ما قلت البطاطا حطيتها في الغامكه كما شفتوا على شكل طبقه اولى، وهنا كان البصل تكرمل كذلك نحيته حطيته كطبقه ثانيه، واخيرا نحط اللحم المفروم كطبقه ثالثه بهذه الطريقه. هنايا كل واحد واش يحب. انا هاد المره راح ندير صوص تاع بيشاميل. في كسرونه حطيت مغرف كبيره نتاع فرينه مع مغرف كبيره نتاع زبده على نار هاديه. حمصت الفرينه مع الزبده ومن بعد ضفت كاس نتاع حليب دافي مع قطعه نتاع جبن مع شويه ملح وشويه نتاع فلفل اسود، وبقيت نخلط بهذه الطريقه حتى يعني يذوب هذاك الجبن. انا هنايا لا بيشاميل ما نحبش نتقلها، يعني نحبها خفيفه هكا ما تقهمش. هزيتها مباشره وفرغتها فوق هذا الخليط كما راكم تشوفوا. قبل ما نبدا يعني نحط البطاطا وكل شيء في الصينيه، شعلت الفرن يسخن على 180 درجه. ومن بعد هنايا لما نفرغ كامل الكميه نتاع البيشاميل تقدروا تعوضوها بكريمه سائله. راح نجيب الجبن ونديرو هكا من الفوق. الجبن ديما نحب نخدم بنوعيه جبن يعني مليحه. انا هنا درت جبنه غريير، ديما تسقسونيوش الماركه، وديما نقول لكم يعني باللي نخدم غريير ولا جبن احمر ولا جبن شيدار، ولكن شيدار اللي يكون نوعيه جيده. بعد ما درت الجبن من الفوق ندخل الكراطه للفوق حتى يعني هذيك المكونات تتجمر في بعضها وهذاك الجبن يذوب. بعد نشعل عليه ياخذ تحميره خفيفه فقط من الفوق بهذه الطريقه، وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. جا بزاف بنين وخفيف، وكما قلت لكم ماشي شرط تخدموا باللحم المفروم، تقدروا يعني ديروا سكالوب، ولكن سكالوب هداوي وهبس كيحتاج شويه توابل باش يجي بنين. وتقدروا تيفيتيو كذلك البيشاميل، وفي يعني هذيك المقله اللي درتو فيها الدجاج ديروا كريمه سائله وتفرغوها من الفوق بهذه الطريقه. راح تعجبكم النتيجه. واذا عجبكم الفيديو خلوا لي جيم وانتظروني في فيديو لاحق.